طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس المعادن ومصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. المعادن ديت بتبقى عاملة زي كتلة خام كده بطلعها من باطن الأرض. مصادر الطاقة ديت اللي بحتاجها في إيه؟ بتحرك لي الحاجات اللي أنا جبتها من باطن الأرض دي، بتحرك الحاجات. يعني على الحاجات ديت، عشان المعادن دي عشان تدخل في الصناعات اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليومية عايزة لها طاقة تحركها، فالطاقة ديت مهمة لأنها هي اللي بتحرك الحاجات دي. طيب، أي دولة عندها معادن يبقى عندها فلوس، بيبقى عندها مصدر للدخل القومي وبتدخل في الصناعات. عندي 3 معادن أساسية موجودة في آسيا وأوروبا. معادن أساسية اللي هي بسميها معادن الصناعات الحديدية، تدخل في الصناعات الحديدية. وعندي معادن خفيفة ومعادن استراتيجية. هنعرف كل واحدة في التفصيل. المعادن الأساسية عندي زي معدن ايه؟ قال لي معدن الحديد والنحاس والكروم. وعندي كمان المنجنيز والنيكل، دي بسميها معادن أساسية. أما المعادن الخفيفة التيتانيوم والبوكسايت. المعادن بقى الاستراتيجية زي اليورانيوم. هناخد كل ده. أي معدن بحب أعرف عنه أهميته الاقتصادية ايه، وأهم الدول المنتجة ايه في آسيا وأوروبا. أهمية الاقتصادية لمعدن المنجنيز بيدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. السيارة الكهربائية بيبقى فيها بطارية، ده بيدخل في صناعته المعدن المنجنيز. وكمان بيدخل أيضا في صناعة الصلب. الصلب ده مهم لأنه هو المادة دي اللي بتكوي الحديد، بتخليه قوي. أما معدن النيكل أهميته الاقتصادية، بيدخل في صناعة أيضا بطاريات السيارات الكهربائية، وكمان بيدخل في محركات الطائرات، في الصناعة بتاعت محركات الطائرات. النيكل ده بيبقى موجود بصفة حرجة، يعني محدودة، لأنه معدن نظيف بس ذات أهمية اقتصادية عالية. تعالوا بقى نشوف الدول زي ما موجودة عندكم كده في الجدول اللي أنا عاملاها لكم. الأهم الدول المنتجة في آسيا وأوروبا لمعدن الحديد والنحاس. بالنسبة لقارة آسيا، طبعا آسيا مشهورة فيها بالنسبة للحديد، وأعلاهم الصين، حديد ونحاس. أما بالنسبة لمعدن الحديد والنحاس في قارة أوروبا، المشهورة فيها أوروبا آسيا، روسيا. أما بالنسبة بقى المعدن المنجنيز والنيكل والكروم، هتعرفوه في الجدول التاني اهو. أول معدن معايا المنجنيز. أهم الدول المنتجة له في قارة آسيا مين؟ المنجنيز الهند والصين. أما بالنسبة لقارة أوروبا بالنسبة لمعدن المنجنيز مين؟ أوكرانيا. ده بالنسبة للمنجنيز. تعال ندخل على النيكل. تاني واحد معايا النيكل. أهم الدول المنتجة ليه أندونيسيا بالنسبة لآسيا. أما أوروبا هي روسيا. الكروم تركيا والهند بالنسبة لآسيا. أما أوروبا ففنلندا. ده بالنسبة للمعادن الأساسية. عايزة أعرف حاجة برضو في المعادن الأساسية، إنها آخر معدن فيها بالنسبة لآسيا وأوروبا هو معدن النحاس. أما أول معدن بالنسبة لآسيا في المعادن ديت معدن الحديد، وأول معدن في المعادن الأساسية لأوروبا هو معدن النحاس. الأرقام مش علينا. رغم ان الصين بتنتج كميات كبيرة من معدن الحديد، انها بتستورد. ليه؟ قال لي عشان هي بتبني مشروعات، فعشان تغطي استهلاكها. ندخل على تاني حاجة معانا، هي المعادن الخفيفة اللي هي التيتانيوم والبوكسايت. البوكسايت ده اللي هو بيدخل في صناعة الألمونيوم. التيتانيوم ده بيدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ. ليه؟ لأنه خفيف وصلب ومقاوم للتآكل. يبقى هو بيدخل في صناعة الطائرات والصواريخ. ليه؟ لأنه خفيف الوزن وأنه مقاوم للتآكل وصلابته العالية. يبقى صلابته العالية ومقاوم للتآكل وخفيف الوزن. ده بالنسبة لمعدن التيتانيوم. تعالوا نشوف بقى الدول المنتجة للتيتانيوم والبوكسايت في آسيا. الصين. أما بالنسبة للتيتانيوم في أوروبا النرويج
ومي وأوكرانيا. أما بالنسبة للبوكسايت أوروبا هتبقى روسيا. طيب ليه إنتاج أوروبا من البوكسايت قليل؟ يعني البوكسايت 2.5%، لأن معدن البوكسايت بيحتاج لمنطقة حارة، ومعظم أوروبا منطقة معتدلة تقع في المنطقة الشمالية المعتدلة. إنتاج آسيا من معدن التيتانيوم والبوكسايت خمس الإنتاج العالمي. بالنسبة للمعدن البوكسايت خمس الإنتاج العالمي. تالت معدن معايا هي المعادن الاستراتيجية والنووية، ديت اللي بتدخل في الصناعات النووية، المفاعلات النووية، اللي هو معدن اليورانيوم. أهم الدول المنتجة ليه في آسيا كازاخستان. أما أوروبا هتبقى مين؟ روسيا. بيقولك آسيا بتنتج أكتر من نص الإنتاج العالمي بالنسبة لمعدن اليورانيوم، أما روسيا بتنتج 6% بس. آسيا بتنتج معادن كتير عن أوروبا. ليه؟ قال لي بسبب مساحتها الواسعة، مساحة آسيا، وتنوع الصخور بيها، وبسبب كمان في حركات قوية باطنية مقارنة بأوروبا، ونفاذ كميات كبيرة من أوروبا من المعادن، لأنهم استهلكوها في الثورة الصناعية اللي هي في منتصف القرن ال18. ندخل بقى على مصادر الطاقة. مصادر الطاقة عندي بتنقسم لقسمين: مصادر طاقة متجددة زي الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ديت متجددة من عند ربنا، يعني على طول موجودة، ما بتنفس، ما بتخلص. أما الطاقة الغير متجددة بسميها الإحفورية، ديت اللي أنا بحفر من باطن الأرض عشان أجيبها، دي مقابلة للنفاذ، زي طاقة الفحم والبترول والغاز الطبيعي. الفحم ده مهم في ايه؟ قال لي كان مهم، مصدر هام للطاقة قديمة في العالم كله، كان مهم. أهم الدول المنتجة ليه في قارة آسيا هي الصين، أما أوروبا روسيا. الصين دي بتنتج كميات كبيرة منه، نص الإنتاج العالمي. طب ارتفاع إنتاج آسيا من الفحم بسبب توافر كميات كبيرة من الفحم في القارة، والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في الصناعات. كصناعة الصلب أنا باخده وبعتمد عليه في صناعة الصلب، لأن الحديد ده عشان أسيحه بيعوز درجة حرارة عالية، الفرن بيعوز على درجة حرارة عالية، فالفران دي بتعوز فحم علشان ايه؟ يخلي درجة الحرارة عالية عشان ايه؟ تنفع الحديد. يبقى بعتمد عليه كمصدر للطاقة اللي أنا باخد منه الصلب، وارتفاع إنتاجه كتير، توفر كميات كبيرة منه في آسيا. أما بالنسبة للبترول، الدول المنتجة ليه في آسيا هي السعودية، أما أوروبا هتبقى روسيا. عندكم في الجدول اهو، السعودية بتنتج 50 من البترول، وأوروبا بتنتج 5. طب أهم ليه مصدر الطاقة يعتبر البترول؟ لأنه بيدخل في صناعة توليد الكهرباء في وسائل النقل. البترول كمان بيتحط عليه مواد كيميائية، فبيدخل في صناعة البتروكيماويات، ومادة خام لصناعة البتروكيماوية، ويدخل في الاقتصاد العالمي. يبقى توليد كهرباء واقتصاد عالمي وبتروكيماويات، ده بالنسبة للبترول. أما الفحم هو مصدر رئيسي للطاقة قديما، بدأ يقل لأن كل شوية بيطلع له معدن ينافسه، مصدر طاقة تاني ينافسه. طب مين اللي هينافس البترول؟ قال لي الغاز الطبيعي. طب ليه هو بينافسه؟ لأنه رخيص الثمن وقليل التلوث وتكلفته مش عالية. أهم الدول المنتجة ليه في آسيا، شوفوا بقى ركزوا معايا، مين اللي بتنتجه بقى في آسيا؟ قال لي إيران والصين. أما بالنسبة لأوروبا بتنتجه النرويج. ده بالنسبة لمعدن الغاز الطبيعي. دي كده مصادر الطاقة الإحفورية. تعالوا ندخل على مصادر الطاقة الغير متجددة. الطاقة المتجددة زي الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح. بالنسبة للدول المنتجة ليها في آسيا هي الصين. التلاتة دول هم الصين. أما أوروبا بالنسبة للطاقة الكهرومائية كهرومائية هتبقى من روسيا. أما الطاقة الشمسية والرياح هي ألمانيا. طبعا هي مصادر طاقة نظيفة. طب ليه آسيا بتنتج نص الإنتاج العالمي من الطاقة الكهرومائية؟ عندها طاقة كتيرة من الطاقة الكهرومائية دي. قال لي لأن الطاقة ديت بتحتاج إلى أمطار وأنهار كتير، وآسيا عندها كتير من ده بسبب كثرة الأمطار والأنهار في القارة واستخدام ده بالنسبة للطاقة الكهرومائية. طب ايه هي مشاكل التعدين في آسيا وأوروبا؟ قال لي انبعاثات كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون
وبالتالي حدوث تغيرات، لأن ثاني أكسيد الكربون ده تلوث، هيحصل لي تغيرات جوية. كمان اللي مفيش تكنولوجيا بالنسبة لآسيا عن أوروبا، يبقى ضعف التكنولوجيا في آسيا، التكنولوجيا اللي العمال بيستخدموها في آسيا عن أوروبا. العمال اللي بيشتغلوا في أوروبا بياخدوا أعلى من آسيا، يبقى ارتفاع التكاليف في أوروبا عن آسيا بالنسبة للعمالة. استخدام مواد كيميائية ضارة في عملية التعدين، بيستخدموا عمليات كيميائية ضارة اللي هي المتفجرات دي، بتأثر على المياه الجوفية. استنزاف الموارد المعدنية في دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا بسبب الاستخدام الغير مستدام وطول فترة التعدين، ده خلى المعادن تستهلك في دول غرب أوروبا كفرنسا وبريطانيا. دي أهم المشكلات. طب آسيا وأوروبا يعملوا إيه ليعالجوا المشكلات ديت؟ قال لي هيعملوا مبادرات وتقنيات حديثة هيستخدموها، وهيتوسعوا في استخدام الطاقة المتجددة اللي هي النظيفة كالمناجم الخضراء. دي مناجم بتستخدم تعدين حديثة لتقليل التلوث، لاستخدام الأمثل للموارد المعدنية. وهيعملوا قوانين زي قانون المواد الخام الحرجة لضمان استدامة الموارد المعدنية. بعملوا ايه؟ قال لي مبادرات وقوانين. قانون ايه؟ الموارد الخام الحرجة، قانون المواد الخام الحرجة لضمان الاستدامة والمحافظة على الموارد المعدنية. كمان استخدام تقنيات حديثة واستخدام طاقة متجددة زي المناجم الخضراء. مبادرات واستخدام قانون الموارد المعدنية الحرجة، ويعتمدوا على المناجم الخضراء وتقنيات حديثة. درسنا انتهى، شكرا.